السلام عليكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى جايبة لكم النهارده وصفة تجنن، بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتاخد منكم بقى ولا وقت ولا مواعين ولا كركبة المطبخ بتاعة رمضان. هتعملي أكلِك كله في حوالي نُص ساعة كده، هتقفي في المطبخ نُص ساعة وتحطي كله في الفرن وخلاص وتخلّصي، ما تخشيش المطبخ تاني غير عشان خاطر تغرفي الأكل وتجهّزي الفطار. تعالوا أقول لكم بقى عملنا النهارده أكل سهل وبسيط وحلو أوي، وما فيهوش أي افتكاسات، وطعمه بقى في الآخر حكاية وشكله بيتكلم عن نفسه. وصفتنا النهارده هما وصفتين، يعني وصفة بسلة ووصفة بط، وده الراعي الرسمي بتاعنا يعني. بط بصوص البرتقان، بجد البط المشوي بصوص البرتقان بجد فايته كتير اللي ما عملوش. بجد لو انت اتفرجتي على الفيديو ده انزلي بقى حطي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تشتركي ولايك وشير لو عجبك الفيديو. كملي بقى معايا هتشوفي بقى احلى وصفة لطريقة عمل البط المشوي بطريقة سهلة وبسيطة. وبُصّوا يعني لونه والله أنا ما عملت فيه حاجة، يعني ما إلا تبّلته بس. اللون كده هو ما شاء الله طلع باللون اللي أنتم شايفينه ده. تعالوا نسمّي بقى بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبدأ الوصفة بتاعتنا. هننزل بالتوابل، حبّة من 7 بهارات، وحبّة من البابريكا، وحبّة من الكزبرة والكمون والفلفل الأسود والملح وورق اللوري، بهارات توابل فراخ، حُطّي معلقة. وهنجيب بقى برتقانية واحدة، ونجيب العصارة بتاعتنا الصغننة الكتكوتة دي، ونعصر المَيّة بتاعة البرتقان. أنا مش عايزة غير المَيّة بتاعته بس. هاعصر كده البرتقاناية، واليومين دول بقى البرتقان حلو وجميل زي ما أنتم شايفين كده، بُصّوا كُلّه مَيّة وحلو إزاي. عصرنا البرتقانية بتاعتي، هي برتقانية واحدة بس. هننزل بقى بعصير البرتقان على التوابل زي ما أنتم شايفين كده، فص توم مهروس على التتبيلة. ولا هتحطي بقى خل ولا ليمون ولا أي حاجة، هو امشي بالخطوات زي ما أنا باعمل كده، وهتطلع معاكِ طعمه يعني حكاية. وهاستنى التعليقات بتاعتكم بعد ما تجربوا الوصفة، إن شاء الله بإذن الله يعجبكم، وهتكتبوا لي في التعليقات إن هو عجبكم جدًا. نزلنا بقى بمعلقة من الصلصة، دي بصلاية وطماطماية مفرومين في الكبة مع قرن فلفل حامي. قلبنا بقى كل التتبيلة مع بعضها. والبطة بقى بتاعتنا كنا مخزنينها في الفريزر من قبل رمضان، ودابحينها ومنضفينها وغاسلينها كويس أوي زي ما أنتم شايفين، اللهم صل على النبي يعني، حاجة حلوة كده ونضيفة. هننزل بقى بالتتبيلة، وطبعًا هنخرّم البطاية علشان التتبيلة تخش في كل الأنسجة بتاعة البطة. عايزة تعمليها من بالليل حلو أوي، عاوزة تعمليها الصبح بدري وتسيبيها 3، 4 ساعات وبعد كده تدخّليها الفرن العصر برضه حلو أوي. يعني أنا مدخّلاها قبل الفطار حوالي بالضبط كده بساعتين، وطلعت يعني دايبة بجد. والطعم بقى اللحمة بتاعها في حتّة تانية، ولا تقولي لي بقى بَط بشوربة، ولا تقولي لي بَط مسلوق، ولا تقولي لي بَط معمول بحاجة ما أعرفش إيه. لأ بجد الطريقة دي يعني كانت وهم، عجبت ولادي وعجبت كل اللي داقها بسم الله ما شاء الله، طلعت طعمها حكاية. بُصّوا بقى، دخّلنا التتبيلة كده في كل الأنحاء بتاعة البطة، وطبعًا القشرة بتاعة البرتقان اللي أنا عصرتها ما رميتهاش، هابدأ أحطها كده، هاقفّل البطاية بتاعتي و و واسمها إيه؟ اللهم صل على النبي، واكتّفها واكتّفها كده زي ما أنتم شايفين عشان خاطر كده تبقى شكلها حلو انسيابي. وهاحط بقى نُص البرتقانية اللي أنا عصرتها هاحطها جواها، بتدّي نَفَس حلو أوي. وطبعًا إحنا طبعًا متبّلينه بتتبيلة البرتقان، فلازم طبعًا نحط البرتقانية فيه علشان تدّي له نَفَس. هاجيب بقى كيس الحراري ده، بيتباع عند كل المستلزمات بتوع المطبخ. هتجيبي كيس من بتوع المطبخ دول، وتحطي بقى فيه رشة دقيق، يعني معلقة شاي كده من بتاعة الدقيق، وتعفّريه من جوّه. ليه بتعفّريه يا ياسمين؟ علشان خاطر ما يلزقش في الأكل، لازم تعفّري الكيس قبل ما تحطي فيه الأكل اللي أنتِ هتستخدميه، علشان خاطر ما يعملش معاكِ، ما يلزقش في الأكل معاكِ ويلزق الأكل، عشان خاطر يبقى معمول كده. أنا بقى عملتها
وسِبتها في الكيس بتاعها كده 3 ساعات أنا عاملاها من الصبح يعني، أنا سِبتها 3 ساعات بس في التتبيلة، وعايزة أقول لكم والله العظيم ال3 ساعات دول فرقوا معاها جدًا، ولو عايزة التتبيلة تبقى أحلى وأحلى يبقى من بالليل، وخرّمت الكيس كده من فوق 5، 6 خرام، وبعدين دخّلتهم الفرن، هتولّعي الفرن على درجة حرارة 200 مسبقًا من قبل ما تحطّيها، وأول ما يسخن كويس تقومي حاطّاها في الشبكة اللي في النُص، وسيبيها بقى ساعتين لحد ما تاخد بقى سواها الكامل. تعالوا بقى نعمل وصفة تانية حلوة أوي، أنا ما رضيتش أحط الخضار ده مع البطاية علشان خاطر يعني إيه ولادي، أنا قُلت أعمله في برام كده في طاجن تاني لوحده، جِبت ربع كيلو من البسلة وعليه بصلاية وطماطماية وشوية فلفل ألوان وجزراية، وقطّعتهم زي ما أنتم شايفين وتبّلتهم شوية توابل، وحطيت بقى حبة من الخضار تحت وحبة فوق والبسلة في النُص بدون لحمة خالص، وهيطلع حكاية. هاغطّيه بقى وأحطه مع البرام الرز معمّر والخضار أهو في الفرن، والبطاية قرّبت تدخل في السِوَى. بُصّوا زي ما أنتم شايفين، بُصّوا الكيس مش لازق على البطاية إزاي، وما شاء الله، ما شاء الله الأكل طلع حلو. تعالوا بقى نعمل شوية عصير جوافة بالموز. معايا 3 جوافات طلّعتهم من الفريزر، مخزّنة الجوافة زي ما هي سليمة، ومعلقتين من الزبادي. بجد الزبادي بتخلّي أول حاجة بتعلّي القيمة الغذائية بتاعة عصير الجوافة. تاني حاجة في موز، وأنا باعمل زي ما أنا قُلت لكم باعمل عصير في البيت، موز وجوافة وزبادي بتخلّي طعم العصير في حتّة تانية، جرّبوها هيعجبكم أوي. وطبعًا صبّينا عصير البلح. بُصّوا بقى الأكل بقى بعد ما طلع بالهنا والشفا، بُصّوا الأكل طالع بيطلّع دخان إزاي، بُصّوا البسلة أخدت اللون حلو أوي، صبّينا بقى مَجّين شوربة، وعملنا حبّة سلطة، والبطاية بقى بتاعتنا بقى عملنا لها شوية رز بالخلطة وكده حطيناه جنبها، والرز المعمّر بسم الله ما شاء الله. الأكل كان الله أكبر ما شاء الله، ما شاء الله، بالهنا والشفا للي كَل حاجة. جرّبوا الوصفة بجد هتعجبكم أوي، 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 أوي. لو لسه ما اشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. أشوفكم فيديو جديد مطبخ ياسمين. باي باي. بصوا حلاوة الأكل بقى وجماله، بصوا البسلة واخدة لون حلو وناشفة كده وما شاء الله عليها، والرز برضو كل حاجة طلعت ما شاء الله ما شاء الله جميلة. يلا سفرة دايما عليكم يا رب. استنى ان انتوا تجربوا الوصفة بتاعت البط وتقولولي في التعليقات. باي باي. ما تنسوش لايكات كتير 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 وشير للفيديو لو عجبكم طبعا، ولو انتوا لسه معايا انتوا احسن ناس. باي باي.